يقرأ مصطفى 15 صفحة في 50 دقيقة، فما الزمن بالساعات الذي يستغرقه في قراءة كتاب من 180 صفحة إذا قرأ بنفس المعدل؟ سؤال مهم في أولى إعدادي. معاكم مستر فادي أيمن، ويا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف إزاي نحل السؤال ده. هنا طبعا ده بيتكلم على التناسب. هنا بيقول لك يقرأ مصطفى 15 صفحة في 50 دقيقة. يبقى هنعمل كده إشارة الكسر، وهنكتب عليها أول حاجة فوق في البسط اللي بيجي في الأول اكتبه في الأول 15 صفحة. طيب يقرأها في كام دقيقة مع مصطفى؟ بيقرأها في 50 دقيقة اللي هو الزمن يعني، يساوي النسبة التانية. فما الزمن بالساعات؟ يبقى كده هو عايز إيه؟ عايز زمن، هنسميه إكس. ركز معايا في الحتة اللي جاية دي. الذي يستغرقه في قراءة كتاب من 180 صفحة، يبقى الصفحة في وش الصفحة والدقيقة أو الزمن في وش الزمن. يبقى كده أنا عندي 180 صفحة. طبعا أنت عايز أعرف إيه؟ عايز أعرف قيمة إكس. هقول له كده إكس هتساوي، هعمل مقص اللي في وش بعض اضربه في بعض، هضرب ال 180 في 50، هقسم على ال 15 اللي هي قاعدة وحديها، هجيب الآلة وأشوف الكلام ده يساوي كام. يبقى كده هضرب ال 180 في 50 على ال 15، هيطلع لك 600. هيطلع لك كام؟ 600. طب ده الزمن بإيه؟ بالدقيقة. ركز معايا كده، قال لك لا هو عايز زمن بالساعات مش بالدقيقة، عشان انت لو حليت في الامتحان كده هتنقص تبقى غلط. ركز في السؤال، اقرا السؤال كويس. هو عايز الزمن بالساعات، يبقى كده هحول من دقيقة لساعة. هقول له كده الزمن بالساعات هيساوي، انا عندي كام دقيقة؟ عندي 600 دقيقة. هحول من الدقيقة للساعة، من الصغير للكبير. هقسم. طب هقسم على كام؟ هقسم على 60، عشان الساعة فيها 60 دقيقة. هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 10 ساعات. وكده السؤال صح. هنا عشان طالب منك الزمن بالساعات، خلي بالك ده سؤال مهم وركز فيه كويس خالص.